لقيناه كيلبس في الحوايج ديالو. دخلنا شديناه درنا ليه المينور، جرينا تفتيش بطبيعة الحال، حجزنا شيرفيت حمراء، حجزنا الساكادو، حجزنا البرودكا، حجزنا واحد العصا، يعني كلها قرائن اللي كانت كتروج عندنا في لونكيت. جبناه لهنايا وكان معنا سي الزراني وداك الشيء، ودخلناه للبيرو وحاصرناه بمجموعه ديال الاسئله وعمقنا معاه البحث بزاف. قال لك اودي شوف، غتجيبوا لي قهوه، غتجيبوا لي باكيه ديال الكارو، وغديكاجيو لي كلشي هاد الناس لينا، وغادي نجلس معاكم وغنعاود لكم داك الشيء كما انزل وداك الشيء اللي وقع. جبت جوج نطرات، قال لي با جلول علاش جبتوني؟ وقلنا لي شوف انت، قال لي جبتوني على العساس. قلت له وين العساس؟ قال لي ديال وزينتاي. قلت له مالو؟ السي عبد الله راه معنا والعناصر كاملين. قال لي انا اللي ضربته. او وزيد اعطيني لاماره. قال لي بلا ماره تبعوني الدراري على السكوتر، نقطه ثابته ياك. قال لي با جلول عييت، قال لي مليت، قال لي وليت كناكل وكنتخلع، كنعاود لك الحقيقه، وما كاينش اللي حط عليه صبعوه ولا دوا معاه، وعاملناه معامله حسنه. جبت دوك النطرات، قال لي با جلول انا هو السي عبد الله راه حاضر، انا هو فري نينجا. ويا تشابك. فري نينجا او النينجا الحقيقي اللي روع الدار البيضاء 5 سنين تقريبا، تشد يوم 19 ماي 1995. ها هو الجد. كان البوليس محتاج يعرف كثير من نقاط الغموض حول شخصية هذا القتال، ويعرف منه تفاصيل مغامراته الإجرامية. وباش غادي نعرفوا نينجا، احنا خصنا ننطلقوا من الواقع. ملي انت كتقول لنا مثلا انت نينجا، قول لنا باش انت نينجا. ملي بدا كيعطينا من ناحيه الزمان، من ناحيه المكان، والطريقه ديال الاعتداءات اللي مارسها، والاماكن والمسالك اللي خداها، يعني كلها مطابقه تمام التطابق للمعطيات المتوفره المعينه اللي تجريناها في عين المكان على جميع الضحايا، وعرفنا على انه فعلا غادي في طريق الصواب وتعترف بما هو حقيقي على انه فري نينجا. في جرائم القتل اللي ما فيها شهود، البوليس كيحتاج دلائل ملموسه يدعم بها الاعترافات الشفويه ديال المجرم. أداة الجريمة من بين أهم الأدلة اللي كتثبت مسؤولية المشبوه على الجرائم المتابعة بها. هذا الاعتراف واش فعلا هذا السيد ارتكب هذه الجرائم، ولا السيد خاف يقول عاد يعلقوني، يديروا لي، عاد يعذبوني او شي حاجه. كيقول لك درت هذه ودرت هذه ودرت هذه اعتراف، ولكننا لا اتفق مع المبدا القائل الاعتراف وسيد الأدلة سيدة الاعتراف. رغم الاعترافات ديالو ورغم كل شيء هادشي اللي قال، بالنسبة لنا حنا بحال ما قالوا والو. حنا خصنا الدليل المادي. إذا ما لا قدمناه حنا بهذه المعطيات بحال هكا، ما بالنسبة لنا حنا بحال ما نجحناش. حنا خصنا الدليل المادي على أنه من بعد التواجد ديالو معنا في المصلحه وداخل الزنزانه، كنجيبوه كنستفسروه عنده الضوء، عاوتاني خصو ياكل شويه، خصو يشرب هذه، خصو كذا. حاولنا نبحثوا على الدليل المادي، وفعلا توفقنا، واعترف لنا على ان الدليل المادي الوحيد اللي كيتوفر عليه هو شارجور ديال الفردي اللي كان سرق. بالنسبه للمنزل ديال نينجا هو هذا. الباب ديال الدخول كان هذيك الزنقه اللي من الليل مباشره. ملي كتدخل مع الباب كاين واحد السده اللي كنعس فيه، هو فين لقينا عليه القبض. كانت دو تواليت، الاولى اللي كانت تردمات،
لحفها الشارجور، والثانيه اللي كانت باقا كيستعملوها مساعده الوقايه المدنيه. كنا حفرنا الطواليت الاولى ما لقينا والو، بدينا في الطواليت الثانيه ولقينا لو شارجور ديال المسدس اللي كنستولى عليه من عند الشرطي. الناس في دوار السكويله ما صدقوش ملي سمعوا ان الشاب الظريف معاهم هو نينجا، ولكن في نفس الوقت تاكدوا بالادله انهم كانوا مخدوعين فيه. نهار تفاجئنا تيقولوا عبد الله راه وقع ليه المشكل، حنا تنقولوا او عبد الله لا، عبد الله درويش يزن حدانا تنعرفوه، تيصبر الصغير تيصبر الكبير، حنا ما عمرنا شفنا شي حاجه اللي. ولكن ملي جات السلطه شي واحد ما يكذبها، لمن انا وجبد ملي جات السلطه وجبدت السلاح وشافت الامه كامله، تيقنا عبد الله بانه عنده شي حاجه. والناس يطرح له السوق يقول له 20 نينجا. قال لك يا ودي ما بقاش نينجا، دابا انا وليت قاسمي عبد الله. نينجا مشات مشوات نينجا مشى. ملي كنت كندير الرداء واللسام وداك الشيء وكذا وندخل هنا وندير هنا، دابا انا ما بقاش نينجا 20 راني وليت قاسمي عبد الله. نينجا ديال النهار ماشي هو ديال الليل. انا سولته هذا السؤال، قال لي انا داك الشيء اللي كندير بالليل ماشي هو بنهار كيكون في شكل يتعامل مع الناس، هادو بحال عنده ديك الشخصيه ولا شنو، بنادم على جوج ولا شنو. هذه هي الحقيقه. هي نينجا وعبد الله قاسمي كيتصرفوا تصرف مختلف، الانفعالات ديالهم والمحفزات ديالهم مختلفين. نينجا كان كيمشي في الخفاء، كيتصرف في الخفاء، وهذاك الخفاء وذاك الخطوره انه غادي يمكن شي واحد يقبطو يمكن كانت من الحوافز، من الامور واضحه. ما بقاش ما كاينش داك لو ستيمولي اللي غادي يخليه يتعامل كنينجا. يعني انا ما شفتهاش لا كانسان نادم ولا كانسان منتصر، شفتها من الناحيه النفسانيه انه في لو مود ديال شي واحد اللي ما بقاش عندك الحوافز العدوانيه ديال نينجا. النوع ديال هاد البشر اللي غرضه في حياته هو سفك الدماء وإرعاب الناس، هاد النوع ديال البشر واش بعقله ولا مسطي؟ نينجا تنظن ان ما تقاملوش واحد الاكسبرتيز مونتال، ما تقاملوش. دونك ما عنديش الصلاحيه والدرايه ان نقول انه كان مريض نفسي او لا. ولكن عامه اللي كنعرفوه ان هاد لي سيريال كيلرز، هاد القتله المتسلسلين، كيكون عندهم واحد اجتماع مع اضطرابات نفسانيه، اضطرابات شخصيه وامراض نفسانيه بزاف. هاد الناس بصفه لا اراديه كيكونوا كيشعروا باللذه ملي كيقوم داك العمل العدواني بصفه اوتوماتيك. هذه من السمات ديالهم، وهذه ماشي، هذه سمات شخصيتهم ماشي مرضيه. الخبره الطبيه من الحق كل مشتبه فيه او متهم او شخص يحاكم انه يتمسك بها، سواء هو او الدفاع ديالو في جميع اطوار المحاكمه. لكن كيخص قبل ما يتمسك بها لا هو ولا الدفاع ديالو، كيخصها تكون اولا المحكمه كتبان لها تداعيات وبوادر الخلل العقلي. اما ان يدعي الانسان أنه مصاب بخلل عقلي ليستفيد من مقتضيات القانون في هذا المجال وتنقص مسؤوليته أو تنعدم، فهذا الباب من الصعب أن نفتحه. وبالتالي فالمحكمة كتبقى صاحبة الاختصاص لوحدها في تقييم مدى البوادر والتداعيات التي يدعيها الشخص المحاكم أمامها لكي تقرر الأمر بإجراء خبرة طبية أو لا.
كانت حصيلة جرائم نينجا كثيرة بزاف. الاعتداء على بوليسي وقتل بوليسي آخر، الاعتداء على مجموعة من العساسة ماتوا منهم 2، الاعتداء على 5 المواطنين مات منهم 1. بسبب هذه الجرائم البشعة حكمت عليه المحكمة بالإعدام يوم 16 أبريل 1996.